بسم الله ما شاء الله الزغلول، اللهم بارك اللهم بارك. اهو شوف الزغلول، احنا وصلنا ان عضلة الصدر يعني هنقول ايه، ممتازة ممتازة. بس يا رب كل الزغاليل تطلع بالشكل ده. خلاص كده اهو، شايف المنظر، عريضة، صدر عريض. دي اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، وازيكم، وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة: إزاي تحسن من سلالة الحمام اللاحم عندك، تعمل لنفسك سلالة حمام لاحم كويسة. حتى لو انت شاري حمام ما انت شاريه من مستورد من بره، انا مش هقول لك ان هو هتوصل لانك تبقى تعمل حمام زي الحمام بختم الشركة والحاجات دي، لكن لازم تجتهد. ازاي؟ بمعنى ايه؟ يعني انا عندي مثلا وليكن عندي 10 قصوص، 5 قصوص، 20 قص حمام. طبعا زي ما انت حضرتك عارف ان انا بقول دايما افضل نتيجة ان انت تاخد حمام في تربية السلكات، بالذات الحمام اللاحم يا جماعة، لان الحمام اللاحم لعبية وكثيرة المشاكل مع الجيران بتوعها. يعني ايه؟ مع الحمام التاني هتلاقيه عايز العش اللي هنا والعش اللي هنا في التربية السايب، فتلاقي انا بربي الحمام كله في سلكات. هنرجع لموضوعنا اللي هو ان انت تاخد افضل الحمام وتحسن من السلالة اللي عندك. ازاي؟ تعال هنشوف. مثلا انا عندي الحمامة دي، الحمامة دي اللي انا كلمتك عنها اللي هي بعين واحدة. طبعا ما ينفعش ابيعها، اللي هي حمامة بعين واحدة ما ينفعش ابيعها عشان ما حدش يقول ان انا غشيته ولا كده. انا ببيع حمام شغال فعلا، وبعت حمام شغال كتير، ناس كتير قوي. ما حدش باع حمام شغال يمكن قد في مصر، كله بيبيع زغاليل. فرد زي ده او قص زي ده، انت شايف معاه زغلول، كانت البيضة التانية اتكسرت اهو، معاهم زغلول واحد، والنتاية حصت. شفت عمر الزغلول حضرتك؟ تقريبا اسبوع اهو، ده اسبوع. الفرد اللي زي ده او جوز الزغاليل اللي زي ده انا لازم اربيهم. يعني هنا ان انت بتنتخب، انا اربيهم لو طلع بصحة كويسة، لكن لو طلع بصحة تعبانة ما يلزمنيش، السكينة موجودة اذبحه على طول، ولا بيعه لحد، ولا اني ان انا اربيه. اهو يا جماعه، شايف اول حصويه؟ انا فوجئت فعلا، ما كنتش حاطط طاجن، لقيت البيضه ده على السلك فحطيت لها طاجن اهوت، لسه احط له شويه تحديق كده ونوضبها. تمام اهو. عشان في ناس يقول لك يعني ايه لازمه الاتنين طاجن في السلاكه؟ لا يا جماعه، لازمتهم. انت شايف هي مميله بصه بعين واحده اهو، العين التانيه ما بتشوفش بيها. تمام. ومع ذلك انتاجها، لان هي اصل السلاله كويسه. انا عايز منها ايه؟ انا عايز اخد من السلاله بتاعتها، انا مش عايز الحمامه في حاجه، اخد منها اللي اقدر اخده منها. الذكر بتاعها اهو، ومعهم الزغلول اهو، وهي باضت اول بيضه النهارده. الموضوع بقى اللي عايز اقول لك عليه، انت بيطلع عندك زغاليل كتير، تمام، ان شاء الله يعني ربنا يبارك ان شاء الله. الحمام اللاحم بينتج وبيطلع زغاليل اهو، زي ما حضراتكم شايفين. ده قص من اللي متباعين لسه في الفيديو اللي فات بقى، ولسه ما تسلمش يعني اهو. ده ايه؟ حطت اول بيضه، السلاله تمام. انا عايز احسن كمان وكمان، عايز اوصل لان يكون عندي حمامه ما هيش موجوده عند حد. خلاص، ده بقى بشغلك انت. بشغلك ازاي؟ انت طبعا بتاكل كويس، بتشرب كويس، بتاخد فيتامينات كويسه، مهتم بان مفيش امراض. لو ظهر زغلول بقى، انت طلع عندك اهو جوز زغاليل. بسم الله ما شاء الله الزغلول، اللهم بارك اللهم بارك. اهو شوف الزغلول، احنا وصلنا ان عضله الصدر يعني هنقول ايه، ممتازة ممتازة. بس يا رب كل الزغاليل تطلع بالشكل ده. خلاص كده اهو، شايف المنظر، عريضة، صدر عريض. دي اللي نربيها. هتقول لي يعني ايه كل الزغاليل بيطلع كده؟ لا، مش كل الزغاليل بتطلع كده. خلاص اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك لهم وللي هياخدهم. ده جوز الزغاليل دول
اعطيهم علامة ان انا هربيهم خلاص، او البسهم دبلة كلبس او حاجة، ان انت تبقى عارف ان دول يعني ايه جزء غليل مميزين، يبقى عينك عليهم في مرحلة الشباب، تفضل متابعهم، بقوا كويسين وكملهم وهم صحتهم كويسة، كان بها توكلنا على الله. اسيبهم يبقى من الحمام اللي انت انتخبته، اللي احنا بنسميها عملية الانتخاب. دايما ان انت تختار احسن حاجة ان انت تسيبها للتربية، حتى وهو انت هتبيعها. ما هتقول له امال الزغلول الوحش اعمل فيه ايه؟ اذبحه كله. يا حمام الذبيح انت يعني هي كده كده حمام الذبيح. الزغلول اللي ما يعجبكش على طول شكلا وموضوعا اذبحه كله. ان كانت صحته تعبانه، ان كان زغلول ضعيف، اذبحه كله، ما تسيبوش باي حال من الاحوال. عندنا هنا مثلا القص ده اهو لحم وكل حاجه اهو، معاه زغلول جوه ومعاه اهو بيض، لسه زغلول صغير اهو، الزغلول صغير، لكن الزغلول ده مش عاجبني. الزغلول ده خلاص دخل على الذبيح. احنا بنحب ناكل حمام، احنا مربين في الاساس عشان ناكل. فانت عايز تحسن، ما تسيبش كل الزغاليل اللي تطلع عندك ما تربيهاش. عايز تزود اللي عندك العدد، ما تربيش برضو كل الزغاليل وترجع تقول السلالة عندي ضعيفة. ده محتاج ان انا احط طاجن هنا، لان ان شاء الله عادوا يبيضوا قريب، لكن لسه مش هنحكم على الزغيل الوقت عن مستواها ايه. لما تكبر شوية نقول عليهم ان كانوا كويسين نربيهم، او ان كانوا ضعاف نذبحهم. وقت انا سايب لك اهوت اللقطة ديت. انا شوف كل الزغيل دي اللي انت شايفها في الحباسات دي او الشيالة دي، انا سايبهم ان انا هذبحهم. زغاليل وحمام كبير. دايما تنظف، هتنظف، هتوفر اكل، وهتنظف تحسن من الحمام اللي عندك ومن السلالة اللي عندك. هتبص تلاقيك مع الوقت هتلاقيك بقى عندك احسن حمام، احسن من اي حد. شوف لو هتطلع من كل 10 زغاليل تسيب منهم 2، في كل 10 زغاليل سيب منهم زغلولين اللي يعجبوك، هتبص تلاقي بقى عندك سلالة من احسن سلالات في مصر. ليه انا بقول الكلام ده يا جماعة؟ انا بقول الكلام ده لان صديق ليا انا فعلا رحت شفت الحمام عنده من 2 سنين. انا رحت شفت الحمام عنده بسم الله ما شاء الله من 2 سنين. كان عنده سلالات محترمة جدا جدا جدا. خدت منه لنفسي قصين محترمين من نفس السلالة، من نفس الحمام بتاعه. بعد 2 سنين اليومين اللي فاتوا دول بيقول لي ان انا عندي شوية حمام عايز ابيعهم. قلت له طيب وماله، حمام اللي عندك كويس بس ابص عليه. رحت بصيت عليه، بصراحة انا شكيت ان هو ده الحمام اللي قلت له هو ده الحمام اللي انا كان نفس السلالة اللي شفتها عندك من 2 سنين. قال لي بصيت الحمامة يا جماعة، لا الزغاليل بقت زي الزغاليل البلدي، لا ما تنفعش تبقى لحم. بصراحة ما رضيتش اتكلم، ما رضيتش اقول له ايه اللي حصل للحمام، ما رضيتش اقول له الحمام تعبان، الحمام لا، ده لانه اكتشفت ان هو بيربي اي زغلول يطلع عنده بيربيه، فالسلالة ضعفت، ما ينفعش تعمل كده. ليه بقى؟ لان احنا الحمام اللي عندنا ده احنا مربينه، او هو السلالة عندنا في مصر بقالها تقريبا حوالي 25 سنة. سلالة الحمام اللحم دي ما بتتجددش، فاذا ما كنتش انت تختار منها السلالة مع الوقت بتضعف وهتطلع لك زي الزغاليل البلدي، وترجع تقول ايه الحمام ضعيف. فانت لازم دايما تختار الحمامة او الزغلول اللي صحته كويسة، اللي حجمه كويس، ده اللي تربيه. ما تربيش اي زغلول وخلاص عشان تزود العدد عندك. فاذا يجب عليك، انت هتربي حمام لحم وعايز تاخد سلالات كويسة، انت هتربيه في سلكات. التربية في السايب مش هتاخد منها المطلوب، مش هتحقق لك المطلوب. التربية في سلكة واتكلمنا عن مميزاتها قبل كده، ان انت على الاقل عازل كل جوز في مكان، ان هو ما بيعملش مشاكل مع اللي جنبه، فبالتالي هو مركز في البيض وفي الزغاليل وفي التزاوج. يعني يركز حتى يطلع بيضه مخصب، ما فيش ذكر هيعكسه وقت التخصيب، ما فيش ذكر تاني هيعكسه
وهو بيأكل زغاليله فهيأكلهم كويس. هيكون سريع في الإنتاج، هيكون سريع في الإنتاج لأنه مركز ما بيلعبش، خلاص قاعد في السلاكة تمام. يبقى أي سلاكة أقل مقاس للسلاكة قلنا قبل كده إن هو 60 في 60، مش لازم سلاكة حديد، أنا عندي الخشب وعندي الحديد تمام المتاح عندك. لكن ان انت هتربيهم على السايب مش هيكون بنفس الكفاءة. دي شيء. وبرضو اختيار او انتخاب بالسلالة، انتخاب السلالة من عندك انت، هتلاقي بيطلع عندك انت كويس وهيطلع عندك حمام مش كويس. وبرضو الاهتمام بالتغذية كويسة، ما تجيبش الكلفة الرخيصة. انا قال لي ان هو جايب شكارة كلفة ب 350 جنيه، ودي طبعا حاجة رديئة ما انصحش حد بيها. اللي بيقول لي ان هو جايب شكارة كلفة ب 350 جنيه، طبعا شكارة الكلفة اللي ب 350 جنيه دي يا جماعة لا تصلح، لان هيكون فيها الذرة الاصفر كتير، هتخلي الحمام مش هيبيض، مش هتنتج معاك. الذرة الاصفر لو زودته بيسمن الحمام، والعيش كذلك والقمح كذلك، فالحاجات دي ما تكترهاش. طيب في حاجة كمان عايز اقول لك عليها، الزغاليل. تفطم الزغاليل امتى اللي انت هتربيها؟ سيب الزغاليل مع الاهالي اكبر وقت ممكن عشان مناعتها تترفع. يعني انا سايب هنا الزغلول ده عشان هربيه مع الاهالي لحد ما الاهالي هي اللي بتضربه وعايزه تخرجه من السلاكه تمام. ما انت مش هتعرف الزغلول من الاهالي. تعال شوف كده من بعيد، اهو ده الزغلول تحت، والاهالي اللي فوق في الرف اللي فوق في الطاجن اللي فوق. شايف يا جماعه؟ فقس بيضهم والله اهوت، عشان كده انا ما شفتهمش الا دلوقتي. البيض فقس اهوت، عشان كده ان هم بيضربوا الزغلول عايزين يخرجوه عشان يتفرغوا للزغاليل التانية. الله ما شاء الله، ويمكن فقسين من يوم ولا اتنين، انا ما شفتهمش الا دلوقتي. فاذا الزغلول ده خد كفايته، خد حقه وزياده. بسم الله ما شاء الله. لو شفنا الزغلول وهنلاقي حجمه بسم الله ما شاء الله يملي ايدك اهو. هذا الزغلول بسم الله ما شاء الله اكتمل ريشه. هو ما نقولش عمره كبير، بس هو عشان الحمام بيلحم العش في العش، فالعمر مش هيكون كبير قوي، بس على قدر الامكان انا بسيبه لحد ما البيض التاني بيقرب يفقس. فلكن ده يعني هو مش مفروض ان انا اسيبه البيض يفقس وهو معاه، المفروض افطمه قبل البيض ما يفقس بيومين ثلاثه يعني. لكن مفيش مشكله يعني طالما السلاكه فيها رف داخلي. الحمام بخلي الحمام يبيض فوق، والزغاليل بتكون تحت، وخلي الحمام يبيض فوق يعني شويه كده. لما الزغاليل دي تكبر شويه اللي مع الاهالي اللي لسه فاقسه دي، هنزل الطاجن تحت واحط طاجن فوق تمام، عشان ايه؟ يبيضوا تاني فوق. نفطم بقى الزغلول ده، هنسيبه طبعا مع الحمام اللي في الارض ده لما يبقى في مرحله الشباب. بس كده، وربنا يوفقكم جميعا ويبقى عندكم احسن حاجه باذن الله. وطبعا نتمنى اللي يقدر يجيب حمام بختم الشركه من بره يا رب يجيب، لكن طبعا غالي مش اي حد هيقدر عليه. ممكن 30,000 في الجوز. الناس اللي مش عارفه او كده هتتفاجئ بالكلام ده طبعا، عشان كده محدش بيجيبه كتير. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.